السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا معايا النهاردة هنزور مكان جميل قوي، وهي قرية بني حوا الموجودة في الجزائر. القرية دي من أجمل الأماكن الموجودة في الجزائر، ومكانها بالتحديد أعلى جبال الشريعة ضمن سلسلة جبال الأطلس التلي، وهي واحدة من أجمل الوجهات السياحية في الجزائر. تعالوا نشوف ايه اللي بيميز القرية دي عن أي مكان تاني في الجزائر. القرية دي مشهورة بطبيعتها الساحرة وهدوءها الشديد، وبتجمع بين جمال المناظر الطبيعية وسحر البيوت التقليدية، وده بيخليها ملاذا مثاليا لعشاق الطبيعة والباحثين عن الراحة والاسترخاء، بعيدا بقى عن دوشة الحياة وصخب الحياة. قرية بني حوا بتتميز بجمالها البكر وطابعها الجبلي، حيث تحيط بها الغابات الكثيفة والأشجار المتنوعة اللي بتتناغم مع المنازل التقليدية المبنية من الطوب، وده بيدي لمسة من التاريخ الأصيل. وبيرجع تاريخ القرية دي لمئات السنين، وقدر سكانها يحافظوا على تراثهم العريق وتقاليدهم اللي بتتناقل عبر الأجيال. وسكانها بيتميزوا بالكرم والود، والسياح هناك بيقدروا يستمتعوا بجو هادي ومريح، وده بيخليك تقدر تستكشف الحياة الريفية في الجزائر بكل تفاصيلها، بداية من الحيوانات البرية والنباتات النادرة وصولا إلى الأطعمة التقليدية اللي بيشتهر بيها أهل المنطقة. الزوار كمان بيحبوا يزوروا القرية دي علشان المرتفعات الشاهقة والوديان الخضراء، وكمان محب التصوير الفوتوغرافي يقدر يصور هناك مناظر طبيعية وسما زرقاء وشروق الشمس. وبيزيد جمالها قوي في فصل الربيع، حيث تتفتح الأزهار البرية وتكتسي الجبال باللون الأخضر، وده بيخليها شبه اللوحة الفنية. وبالنسبة للحياة البحرية في الجزائر، فيمتد الساحل الجزائري على طول البحر الأبيض المتوسط، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية، ويشمل الساحل أنواع متعددة من الأسماك زي السردين والتونة وسمك القرش، بالإضافة للأصداف والرخويات. وتوجد مناطق بحرية غنية بالنباتات زي الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، التي توفر موطنا للعديد من الكائنات الحية. والصيد يعتبر جزءا مهما من الاقتصاد المحلي في المناطق الساحلية، حيث يمارسه العديد من السكان. يا رب نكون استمتعنا مع بعض واستفدنا، واللي يحجز فيكم ويحب يروح القرية دي يبقى ياخدني معاه. نسيت أقول لكم في نباتات غريبة الشكل حبيت أخليكم تشوفوها معايا. اتفرجوا على الجمال.